معظم الناس اللي بتبقى عايزه تبدا مشروع جانبي تزود بيه دخلها، يا اما بتعقد الامور على نفسها وبتفكر انها محتاجه براند وموقع وجمهور كبير، يا اما بتستهي في الموضوع جدا وبتنشن وزي ما تصيب. وللاسف ولا ده بينفع ولا ده بينفع، لان ما عندكش الوقت والامكانيات اللي تبيع نفسك بيها كبراند وشركه قائمه بالفعل، ولا الناس اللي هتبيع لها تقتنع بعرض سطحي مش متعوب عليه. عشان كده في الفيديو ده هشارك معاك 7 خطوات، كل خطوة هتاخد منك يوم واحد، هيساعدوك تبدأ مشروع جانبي احترافي مش محتاج منك غير شوية تركيز وتنفيذ. الخطوات دي انا جربتها بنفسي ونصحت بيها ناس وجربتها قصادي، واشتغلت مع ناس استنتاجي بيقول لي انهم نفذوا نفس الخطوات دي. فمهما كان تخصصك ومهما كانت خبرتك في عالم التسويق والبيزنس، لو عايز فعلا تبدأ مشروع الاسبوع الجاي، هات ورقة وقلم عشان هديك الخلاصة ويلا نبدأ. اليوم الأول اختار المهارة وتأكد من الطلب. أول يوم هيكون عندك مهمتين. المهمة الأولى إنك هتختار مهارة واحدة بس هتركز عليها، والمهارة دي لازم تكون في نقطة تقاطع 3 عناصر. أول عنصر هتكون مهارة بتمتلكها دلوقتي وتقدر تبدأ فيها بدون ما تتعلم من الصفر، زي مثلا الكتابة، التصميم، تحليل البيانات، الترجمة، الحسابات، إدارة صفحات السوشيال ميديا، المونتاج. ومش شرط إن أنت تكون أجمد واحد في الكون فيها، لكن مهم إن أنت يكون عندك مستوى كويس تقدر تبدأ بيه. تاني عنصر، المهارة دي لازم تكون بتحل مشكلة واضحة الناس بتدفع فلوس عشان تحلها دلوقتي. وتالت عنصر، تكلفة البدء فيها بسيطة وتقدر تنفذها اونلاين، ودي هتكون مهارتك اللي هتبدأ بيها. عايزك تاخد 10 دقايق وتكتب كل المهارات اللي موجودة عندك، وبعدين لكل مهارة اسأل نفسك هل في ناس بتدفع فلوس دلوقتي عشان المهارة دي ولا لا. والمهمة التانية في اليوم الأول هي إنك تتأكد إن في طلب حقيقي. وهنا في حركة صايعة هعلمها لك. هتفتح لينكد إن وهتكتب اسم المهارة اللي ناوي تقدمها، فلنفترض مثلا صانع محتوى، وبعدين هتبص على الجوبس اللي موجودة. لو لقيت ان في اعلانات كفايه، ده مؤشر ان المهاره دي مطلوبه والناس بتدور عليها. بعد كده هتبتدي تفتح كل وظيفه من دول وتشوف كاتبين ايه في المسؤوليات والطلبات، وتاخد كل ده لانه هيساعدك وانت بتقدم عرضك وبتبيع للعملاء. عايزك تكتب كل الكلمات المشتركه ما بين كل ده. بعد كده هتدخل على موقع زي ابورك او اي موقع فريلانسر وتشوف الخدمه دي بتتسوق بكام، عشان تبقى عارف رينج السعر اللي انت بتتكلم فيه. وبكده في نهايه اليوم الاول المفروض يكون عندك مهاره واحده محدده، وعندك دليل ان في طلب حقيقي عليها، وعندك فهم اولي للسوق اللي محتاجها. اليوم التاني هتبتدي تصنع عرضك وتحدد سعرك. تاني يوم هتحول المهارة لعرض جاهز للبيع، والعرض ده لازم يتوفر فيه 5 عناصر. أول عنصر، مين بالظبط اللي بتساعده؟ لازم تستهدف شريحة جمهور واحدة عشان ما تشتتش نفسك، مثلا دكاترة فاتحة عيادات جديدة، أو محاميين عايزين يبنوا حضور على لينكد إن، أو مدربين لسه بادئين. كل ما كنت محدد كل ما كان أسهل إنك تبيع. وتاني عنصر، المشكلة بالتحديد اللي بتحلها. هتختار أغلى مشكلة عندهم، مثلا ما عندهمش وقت يكتبوا كونتنت، وبدون محتوى ما عندهمش ظهور، او مش عارفين يكتبوا بطريقه تجيب عملاء. وتالت عنصر، النتيجه الملموسه اللي العميل هيلاقيها، ودي لازم تكون واضحه ومحدده بوقت. يعني مش هتقول انا هدير السوشيال ميديا وخلاص، لكن هقدم لك 20 بوست جاهزين للنشر خلال 3 ايام، او هعمل لك تحليل كامل لصفحتك مع خطه محتوى شهر كامل خلال 5 ايام. ورابع عنصر، هتحدد نطاق العمل، ايه اللي داخل في العرض بتاعك وايه اللي مش هتغطيه. مثلا العرض هيشمل الكتابه بس مش التصميم، او التحليل والخطه بس مش التنفيذ. الوضوح ده بيحميك من ان العميل يطلب منك حاجات مش متفق عليها. وخامس عنصر هو السعر الثابت. هتاخد السعر بتاعك بناء على بحث السعر اللي انت عملته في اول يوم، وهتبتدي في رينج متوسط، لا هو رخيص قوي ولا هو غالي قوي. مثلا لو متوسط السوق ما بين 100 ل 200 دولار، انت هتبدا ب 150. وبكده في نهاية اليوم التاني المفروض يكون عندك ورقة واحدة مكتوب فيها عرضك بالظبط، ومين اللي بتساعده، وايه المشكلة اللي بتساعده بيها، وايه هي النتيجة، وايه هو نطاق العمل والسعر. اليوم التالت هتبني قصتك والسبب اللي يخلي الناس تصدقك. تالت يوم هتبتدي تشتغل على السبب اللي يخلي الناس تثق فيك وتشتري منك. انت لسه جديد وملكش تاريخ وملكش عملاء سابقين، فليه حد يشتري منك دلوقتي؟ عشان كده لازم يكون عندك reasons to believe او اثباتات، وده بيجي من 3 مصادر. المصدر الاول قصتك الشخصيه، ليه انت مهتم بالمجال ده، ايه اللي يأهلك تساعد الناس دي. ومش محتاج ان انت تكتب قصه دراميه، لكن قصتك لازم تكون صادقه. بس لو بتساعد اطباء في المحتوى، ممكن تقول ان انت اشتغلت في مجال الرعايه الصحيه 5 سنين وفاهم التحديات اللي بيواجهوها، او انك ساعدت دكاتره قبل كده يبنوا حضورهم في شهرين، وشارك التفاصيل الصغيره اللي خليتك تستمتع بالتجربه دي. القصه ديت بتخلق تواصل عاطفي وبتخلي الناس تحس انك فاهم مشكلتهم،
والمصدر التاني براهين صغيره، ودي ممكن تكون امثله لشغل عملته حتى لو مش عملاء. يعني لو بتكتب محتوى اكتب 5 بوستات كمثال في المجال اللي انت بتستهدفه واعرضهم. لو بتعمل تحليل اعمل تحليل نموذجي لصفحه شهيره واعرضه، ده بيثبت انك فعلا تقدر تعمل اللي بتقوله. والمصدر الثالث هو ريفيوز، اشتغل مجانا او بسعر رمزي لواحد او اتنين من معارفك مقابل انهم يقدموا لك ريفيوز، ومعظم الناس وانا جربت الموضوع ده بنفسي هترحب بالفكره دي. وبكده في نهايه اليوم الثالث المفروض يكون عندك قصه من 3 أو 4 سطور بتشرح انت مين وليه الناس تصدقك وليه الناس تثق فيك، وعندك مثال ولا اتنين لشغلك، وعندك ريفيو واحد على الاقل. اليوم الرابع جهز وثائق العمل وردود التفاوض. رابع يوم هتبتدي تجهز 3 وثائق اساسيه لازم يكونوا عندك عشان تبان محترف. الوثيقه الاولى اسمها Statement of Work او SOW، ودي ورقه بسيطه بتوضح كل تفاصيل المشروع، والوثيقه دي هيكون فيها 7 عناصر مهمين. اول عنصر هو اسم العميل واسمك ومعلومات الاتصال والتاريخ، وتاني عنصر هو وصف المشروع، ايه اللي العميل طالبه وايه المشكله اللي هنحلها، وتالت عنصر هو النطاق التفصيلي، ايه اللي داخل في الشغل بالظبط، مثلا كتابه 20 بوست، كل بوست من 100 ل 150 كلمه، شامل الكابشن وشامل مراجعه واحده ولا يشمل التصميم. ورابع عنصر الجدول الزمني، امتى هيبتدي الشغل وامتى المراجعه وامتى التسليم النهائي. وخامس عنصر هو التكلفه وطريقه الدفع والسعر الاجمالي، هتكتب برضو لو في دفعه مقدمه ودفعه نهائيه وطريقه الدفع. وسادس عنصر هو شروط المراجعات، في كام مراجعه مسموح بيها، وايه اللي بيعتبر تعديل بسيط وايه اللي بيعتبر شغل اضافي. وبعد كده السابع عنصر هو توقيع الطرفين وتاريخ الاتفاق. الوثيقه دي بتحميك من اي سوء تفاهم. الوثيقه الثانيه هتكون فورمات التسليم، هتبعت الشغل بتاعك للعميل ازاي، هل هتبعته على ايميل ولا على درايف ولا في اكسل، هيكون شكله ايه. لازم تجهز تمبلت حلو ونضيف تستخدمه لكل العملاء، يكون فيه اسمك وفيه تنسيق واضح وسهل. الوثيقه الثالثه ودي مهمه جدا وهو ملف ردود جاهز للاعتراضات الشائعه، هتكتب فيها الاعتراضات المتوقعه وردك الجاهز على كل واحده. مثلا لو حد قالك السعر عالي، الرد الجاهز ممكن يكون انك فاهم ان الميزانيه مهمه، عشان كده العرض بتاعك مصمم عشان يرجع للعميل اضعاف قيمته في جذب عملاء جدد. لو حد قالك مثلا مش متاكد من النتيجه، ممكن الرد بتاعك يكون عشان كده انا بقدم لك امثله من شغلي وشهادات من ناس اشتغلت معاهم. لازم تجهز 5 أو 6 اعتراضات متوقعه وردودك الجاهزه عليهم، كده لما حد يعترض هتكون جاهز ترد بثقه ومن غير تردد. في نهايه اليوم الرابع المفروض يكون عندك تمبلت جاهزه للاس او دبليو، وتمبلت جاهزه لفورمات التسليم، وملف ردود جاهز للاعتراضات. اليوم الخامس هتكلم اول 10 عملاء محتملين. خامس يوم هتبتدي بقى الكلام مع ناس حقيقيه، ده اهم يوم في الاسبوع كله. هتبتدي تعمل لستة ب20 او 30 شخص ممكن يكونوا مهتمين بعرضك، والناس دي ممكن تكون من النتورك بتاعتك او من صحابك او من زملاء الشغل مثلا القدام او من معارفك او من ناس في جروبات انت عضو فيها او ناس شايف على صفحاتهم انهم مثلا محتاجين المساعده اللي بتقدمها. لازم تكتب اسم كل واحد فيهم والسبب اللي هيخليهم يوافقوا، وبعدين هتبعت لهم رساله مخصصه، مش رساله عشوائيه، مش رساله منسوخه، مش تمبلت، هتبعت لهم رساله فيها اسمهم واشاره لحاجه تخصهم. الرساله هيكون فيها 4 عناصر مهمه جدا. اول عنصر هتكون طبعا التحيه باسم الشخص، وهتديهم اشاره لحاجه محدده عنهم، مثلا اهلا يا كذا، شفت البوست الاخير بتاعك عن التحديات اللي بتواجهك في جذب مرضى جدد وكنت عايز اتكلم معاك عنها. وتاني عنصر هتدي تعريف بسيط جدا بنفسك، انا اسمي كذا، بساعد الاطباء او بساعد الدكاتره يبنوا حضورهم الرقمي. وتالت عنصر هو عرض مساعده مش عرض بيع، لو حابب نتكلم مثلا ازاي ممكن نحل المشكله دي انا متاح نص ساعه الاسبوع الجاي او الاسبوع ده وخلينا نتكلم سوا. ورابع عنصر هتدي سؤال مفتوح، هل شايف ان المحتوى ممكن يساعدك تجذب عملاء اكتر، عشان محتاج تفهم دخلتهم ايه وما تضيعش وقتك. والهدف من الرساله دي هي انك تفتح حوار، لما حد يرد ويبدي اهتمام لازم بعد كده تدخلوا كول وتسالهم عن وضعهم، ايه اللي جربوه قبل كده، ايه اللي محتاجينه دلوقتي، ايه الميزانيه المتاحه معاهم. المكالمات اللي زي دي هتساعدك ان انت تحسن عرضك وتبني علاقه مع عملاء محتملين. من كل 10 هتكلمهم ممكن 2 أو 3 يبدوا اهتمام حقيقي. في نهايه اليوم الخامس المفروض ان انت تكون بعت 20 رساله على الاقل وبدات تشوف ردود الناس. اليوم السادس هتبتدي تطلق علنيا، هتبتدي تاخد قصتك، تاخد الاسباب اللي جمعتها وتبتدي تبني صفحه بسيطه على انستجرام وتشارك عليها كام ريل يتكلموا عن ليه بدات وايه المشكله اللي بتحلها ورحلتك عشان تبدا. ولازم تشارك حاجه شخصيه بتظهر سعيك وبتبين السبب ورا اللي بتعمله. ومش عايزك بس تقعد قدام الكاميرا وتتكلم، لكن خلي الناس تشوفك وانت على الكمبيوتر بتاعك وانت بتعمل بحث. ونصيحتي ليك انك تصور نفسك حتى وانت بتعمل الخطوات اللي قلناها من شويه عشان الريل بتاعك يوصل لناس اكتر، لان هيكون في قصه وفي رحله مش فيديو طالع فيه بتتكلم وخلاص. اليوم السابع وسع دايره الاستهداف وعدل. سابع يوم هتبتدي تشتغل على مجموعتين،
المجموعة الأولى هي الناس اللي أبدت اهتمام حقيقي. هتعمل لستة بكل صفاتهم المشتركة، إيه هي مثلا وظيفتهم، إيه حجم البيزنس بتاعهم، إيه المشاكل اللي عندهم، إيه اللي خلاهم مهتمين، وبعدين تبتدي تدور على ناس تانية بنفس الصفات دي بالظبط. يعني لو لقيت إن اللي اتكلموا معاك كلهم دكاترة فتحوا عيادات من أقل من سنة وما عندهمش حضور رقمي، يبقى دور على أطباء تانيين فتحوا عيادات جديدة. هتبتدي تكلم 20 أو 30 واحد تاني بنفس الصفات دي، وهتستخدم نفس الرسالة اللي نجحت معاك، ودول احتمال استجابتهم هتكون اعلى بكتير لانهم شبه اللي اهتموا. المجموعه الثانيه هتكون هي الناس اللي رفضت بسبب اعتراض محدد، قالوا لك مثلا السعر عالي او مش واثقين من النتيجه او العرض مش واضح. لكل اعتراض من دول هتبتدي تعمل تعديل صغير في العرض بتاعك. مثلا لو 5 قالوا السعر عالي، هتبتدي تعمل باقه اصغر بسعر اقل، نفس الخدمه لكن نطاق عمل اقل. بدل 20 بوست مثلا هتعمل 10 بنص السعر، وهتبتدي تستخدم العرض ده كخيار تاني. لازم الرفض يعلمك حاجة، سواء تعديل في العرض بتاعك او تغيير في نوع الجمهور نفسه اللي بتتواصل معاه. في نهاية اليوم السابع المفروض ان انت يكون عندك لستة جديدة من 20 او 30 شخص شبه المهتمين، وعندك عروض معدلة بناء على الاعتراضات اللي واجهتها، وبكده بقى عندك مشروع جانبي ويسيد لمشروع اكبر ان شاء الله. يا ترى انهي مهارة هتختار تبدأ بيها؟ عايزك تقولي في التعليقات، ولو محتاج نصيحة او توجيه اكتب لي برضه في التعليقات، ولو استفدت من الفيديو يا ريت تدعم القناة، والسلام عليكم.